نيجي نخش بقى على المحاضرة التالتة دلوقتي كده. معانا المحاضرة التالتة فيها كنت يعني الجزء ده كان مكتوب في المحاضرة اللي فاتت. تمام. المحاضرة اللي فاتت ما رحتش للملخص عشان يعني كل الكلام اللي في الملخص انا قلته في المحاضرة، فما فيهوش جديد. يعني لما بروح للملخص دوت بيبقى فيه جديد. تمام. يعني في حاجة انا عايزها ما اتقالتش في المحاضرة ومش متوضحة. طيب دلوقتي الجراي سكيل دايليشن بقى عبارة عن ايه؟ الجراي سكيل دايليشن انا بقول لك دلوقتي عندي ستراكشر. الاستراكشر دوت الفلات ستراكشر دوت بيبقى عبارة عن ستراكشر باينري، يعني زيرو او واحد. طيب انا دلوقتي جراي سكيل دايليشن دوت انا بعمل فيه ايه بالظبط؟ سيبك بقى من شكل المعادله دوت، يعني انا مش عارف حتى المعادله ومحدش يعرف المعادله دي بتبقى عباره عن ايه والكلام ده كله. تمام. احنا هنقوله وهنحل عليه في البورد. طب انا دلوقتي الدايليشن بتاعي بقول لك هو عباره عن فلات ستراكشر اليمنت بي اي لوكيشن. سيبك بقى من الكلام ده كله. انت بتاخد الماكسيمم فاليو، بتاخد الماكسيمم فاليو لايه؟ للريفليكشن اوف في. تمام. يعني انا باخد الاستراكشر بي اللي هو بيديهوني، بيجي اعمل له الريفليكشن وبعد كده باخد الماكسيمم اللي عنده. تمام. اعرفها كمعلومه دلوقتي لحد ما نخش البورد. طب الجراي سكيل ايروجن بقى. الجراي سكيل ايروجن بياخد المينيمم فاليو، المينيمم فاليو بس للبي نفسه مش للريفليكشن. تمام. طب بقول لك ايه هنا؟ جراي سكيل باوندري اكستراكشن. القوانين ديت يعني خليها في دماغك كده، ما هو حطها كده كان ما اعرفش عليها اسئله ولا لا، بس هو قال انا هحطها لكم في السلايدات. تمام. انت دلوقتي عشان تجيب الانترنال باوندري فبتبقى الصوره ناقص الاوريجين. انا معلمها بكده يعني. الاكسترنال دوت اللي هو الكبير فياخد الدايليشن ناقص الصوره، لكن الانترنال لا، ده الصوره ناقص الاوريجين. طب لو عايز اجيب المورفولوجيكال جريدينت ده الابسوليوت للقيمه دي الدايليشن وتشيل منه الاوريجين. تمام. ده جزء تاني. تعال نخش على البورد. فادي الصورة عندي اهي. تمام. انا مديك البي. طب البي دوت انا هعمل فيه ايه؟ تعال بقى عشان هنا في كلام من كتير كده. بص، انا دلوقتي الاوريجين بتاعي فين؟ ادي كده يعتبر شمالي اكبر من يميني بواحد، فانا هحط الصورة الاوريجين بتاعي هنا في الصف ده. تمام. وفي النص ده هيبقى عادي. تمام. فالاوريجين بتاعي هيبقى بزيرو. ارسم الشكل ده كده معاك على ورقة، وحط سن القلم بتاعك على النقطة دي. تمام. وبعد كده لف 180 درجة فهتلاقيها حاطط الشكل دوت. تمام. ابتدي بقى طبق ده كده الريفليكشن بي. ابتدي بقى خد بقى الشكل ده طبقه عندك على الصوره. ايه طب الماكسيمم هتطلع يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي مثلا باخد الشكل اللي هو كده ماشي كده، هنا رقم، هنا رقم في النص، وهنا رقم. طيب اما امسك الاوريجين دلوقتي بص، يعني هنا برضو النقطه قالها بس هي ملهاش استخدام. ادي هنا الاوريجين بتاعي. تمام. فزيرو وزيرو. طب بعد الانقلاب هيبقى ده المازال دوت نفس الاوريجين، هيبقى هنا زيرو وزيرو، وتبتدي بقى ترقم من بعدها. يعني ده هيبقى واحد، هنا سالب واحد واحد، وهكذا. تمام. فتعالى دلوقتي انا عندي الصوره اهيت. ابتدي بقى خد لي بقى الريفليكشن دلوقتي. فهتيجي ماسك ادي الاوريجين. تمام. ادي هنا كيمو وهنا كيمو. طب هعمل ايه يعني؟ يعني هتاخد بقى الماكسيمم، القيمه دي بتقارن ما بينهم، بتقارن ما بين الثلاث قيم. طب دلوقتي ديت بره الصوره. ادي 17 24، خد الماكسيمم 24، هنا 20 و15 بالشكل دوت. بقى النقطه الثانيه دي ملهاش لازمه. تمام. فهتبقى 20 و15 هتبقى 20، ادي 10، ادي كده 20، ادي كده 12، وهنا 13 مفيش حاجة معاها. اما تيجي تقارن هي موجودة هنا كده. تمام. تعالى بقى للصف اللي بعده. تمام. هتقارن بقى ما بين ال20 وال18 وال25 تاخد الماكسيمم. تمام. هتمشي بالمنظر ده كده. تمام. فهتبقى ادي دلوقتي الماكسيمم هنا 25، تيجي هنا كده هتبص هتبقى 24، تيجي هنا كده هتبقى 20، هتيجي هنا كده 20، بعد كده 13، بعد كده 12. تعالى مثلا ناخده بقى من هنا مثلا هتبقى برضو بالمنظر ده كده. هتقارن ما بين كده الماكسيمم. تمام. والنقطة اللي بعدها كده. تمام. فادي هنا هتبقى 15، هنا كده مثلا هتبقى 18. تيجي جاي هنا كده هتقارن ازاي؟ هنا هتقارن كده. تمام. فتحت ما عندكش حاجة، فتقارن ما بين نقطتين كده. فهتبقى هنا دي 18، هنا دي 17، هنا دي 20، هنا دي هتبقى 25، دي هنا هتبقى 20، هنا دي هتبقى 12 زي ما هي. تمام. ده كده كان بالنسبة للجري سكيل دايليشن. طيب انا دلوقتي لو عشان اجيب الاوروجن لا، انت بتشتغل بالاستراكشر بي دوت زي ما هو. يعني هتاخد دلوقتي كده هتقارن بالمنظر ده. ادي نقطة، ادي البكسل التانية، ادي البكسل التانية، وتاخد المينيمم فيهم. يعني انا دلوقتي لو جيت هنا، تعالى بقى نمسح الكلام ده كله عشان الدنيا تبقى نضيفة شوية. يعني انا هنا دلوقتي ادي النقطة كده، هتبص لها كده، بص كده، مفيش حاجة غير ال17 فتنزل زي ما هي. طب ال20 تبص لها كده، هتبقى 20 و18، هتاخد المينيمم هتبقى ال18. هنا بقى 10 و24 تبقى 10، هنا كده هتبقى 15، هنا كده زيرو، هنا كده هتبقى 10. طب تيجي هنا كده النقطة دي هتبص ازاي؟ هتبص كده، فمفيش حاجة غير ال18. طب تيجي هنا تبص ازاي؟ هتبص كده، هيبقى 17 24 30، المينيمم هيبقى 17، وامشي بقى هكذا. تمام.
فهتبقى دلوقتي هنا المينيمم بتاعك 15، هنا كده المينيمم بتاعك هيبقى 7، هنا المينيمم بتاعك هيبقى 10، هنا المينيمم بتاعك هيبقى 0، وهكذا بقى تمشي بقى معاك وهكذا. تعالى مثلا ناخد حاجة من تحت، هتبص كده هنا هتبقى 8، طب هنا كده هتبقى 0. طيب انزل على الصف اللي بعده، هتبص كده بقى دي هتبقى 0 وديت هتبقى كده دلوقتي 5، ليه 5 و8 هنا كده 10، هنا كده هتبقى 12، هنا 15، هنا كده 12، هنا كده خلاص مفيش حاجة تاني كده انت خلصت. بس هنا بقى مديك مثلا لو structure دوت وبقول لك هات لي الريفليكشن بتاعه. طب فين الاوريجن؟ الاوريجن بتاعك بتحدده هنا، قلنا انت عندك فوقيك اكتر من اللي تحتيك بواحد، فهتبقى في خلال الصف ده. طيب وانهي عمود؟ اللي على شمالك اكتر من اللي على يمينك، فهتبقى في الصف ده. تمام، التقاطع ادي ده كده الاوريجن. تمام، حط سن القلم بتاعك بقى كده وتيجي اقلب 180 درجة، هتلاقيه عطاك الشكل ده على طول كده. تمام، طب انا دلوقتي لما اجي احسب على الصورة الاوريجن دوت اللي انا هعدل فيه، هقارن بقى انهي قيم؟ هقول لك باتنين بعدية وبواحدة تحتية وبواحدة في اخر القطر الرئيسي اللي هي التالت قيمة. يعني ادي هنا اهو كده، يعني مثلا لو جينا على الصورة دي فبقول لك ادي الاوريجن بتاعه اهو، هقارن بقى انهي قيم؟ هتقارن باتنين بعدية، واحدة تحتية، واحدة في آخر القطر الرئيسي. مثلا لو كان الأوريجين فهتاخد المينيموم، يعني مثلا 20 30 17 15، هتاخد ال15 ده هتبقى نتيجة الاستراكشر ده يعني. بس ده كده كان بالنسبة للنص الأولاني في المحاضرة. تعالى بقى النص التاني كان بيتكلم بقى عن الجرافيكس والكلام ده. فبقول لك ال 3 دي موديلنج هو عبارة عن إيه؟ 3 دي موديلنج عبارة عن الايمج، الموديلنج، الريندرنج، الانيميشن، الكلام ده كله مصطلحات لازم تبقى عارفها. فبيقول لك الايمج هو عبارة عن 2 دي ايمج، طب الموديل هو 3 دي اوبجكت. طب الريندرنج انت بتاخد 2 دي ايمج من 3 دي موديل. طب الانيميشن دلوقتي قدره كانه فيديو، يعني بقول لك التغيرات على الوقت، changes over time. تمام، فانت دلوقتي عندك 3 دي موديل وادي عندك 2 دي ايمج. طب ايه اللي بيحصل؟ ادي كده جرافيكس، ادي كده فيجن. يعني ايه جرافيكس؟ يعني ريندرنج، يعني انت بتاخد 2 دي ايمج من 3 دي موديل. طيب ايه الفيجن؟ انت بتاخد دلوقتي بتحول بقى من ال 2 دي لل 3 دي. طيب انا بقول لك يعني ايه بقى موديلنج. اول حاجه هي خطوات كده بالمنطق يعني. فالموديلنج انت عندك دلوقتي كده بتكريت، اول حاجه هتكريت الموديل، بعد كده هتيجي ابلاي الماتيريال على الموديل ده، تالت حاجه تحط الموديل دوت في مكان يتشاف. طيب عشان يتشاف هتيجي حاطط له نور، ادي كده رابع نقطه. وبعد كده اهم حاجه هتيجي حاطط الكاميرا عشان تصور الكلام ده كله. بس يعني دي اهم جزء في الحته دي كده. تمام، هتكريت الموديل، هتابلاي الماتيريال على الموديل، هتبليس الموديل حوالين السنس المكان يعني انه يتشاف، هتحط اللايت دلوقتي وبعد كده هتكمل. طب الجزء ده اعتقد يعني مهم، والحاجات دي مهم انها تتحفظ. فهنا بقول لك 3 دي جرافيكس. 3 دي جرافيكس بقى عباره عن ايه؟ عباره عن جيومتري، عباره عن ترانسفورميشن، ماتيريال، تكتشر، لايتنج، فيونج. تمام، 6 حاجات. طب الجيومتري دوت ايه؟ انا بقول لك هو عباره عن الاوبجكت ابسط شيب ليه اللي هو بيكون زي اللاين سيجمنت او التريانجل. طب الترانسفورميشن هو بيبقى اوبجكت بيتعمل له بقى ايه؟ ترانسفورميشن، يعني تنقل حاجه بقى، يعني ممكن تعمل له سكيل، ممكن تعمل له روتيشن، ترانسليت المكان بتاعه لاي حاجه ثانيه زي مثلا في المكان اللي اتشاف. الماتيريال دي هي الخصائص بتاعت الحاجه اللي عندك، يعني زي اللون بقى، الشفافيه، تشاينيز. التكتشر ده اي صوره انت بتحطها، يعني بص التكتشر ديت اللي هي الصوره زي دي كده، اي ايمج تحطها او اي اذر افكتس تطبقها على السطح بتاع الاوبجكت اللي عندك. تمام، لايتنج دلوقتي بقى بقول لك تاثير الاضاءه اللي عندك، والاوبجكت دلوقتي انك تخليه بقى بيقدر يتشاف. الفيوينج دلوقتي ان انت بتحاكي الموضوع ده بالكاميرا. تمام، ان انت بتعمل بروجيكشن لل 3 دي سنس لل 2 دي ايمج. تمام، يعني انت بتعمل اسقاط من ال 3 دي لل 2 دي ايه. تمام، طب انا هنا دلوقتي بقول لك بقى عندك في ال 3 دي اوبجكت ديفينيشن بتعرفه ازاي بقى؟ عن طريق بوينتس، عن طريق لاين، عن طريق بوليجون، عن طريق اوبجكت. تمام، فانا دلوقتي بقول لك البوينتس دلوقتي مثلا اكس واي زد، اللاين دلوقتي ما بين 2 بوينت. البوليجون دوت بيبقى عباره عن ليست اوف فيرتكس او كلر او تكتشر. طيب يعني ايه الفيرتكس والبوينتس؟ الفيرتكس ديت هي بتبقى نقط بتتوصل ببعض، يعني في خط ما بينهم، لكن ممكن تبقى عندي نقط مش متوصله بحاجه، فدي هتبقى بوينتس عاديه ما فيهاش اي حاجه. طب بوليجون دوت هيبقى ليست اوف فيرتيسز. تمام، البوليهيدرون دوت هو يعني ما اتكلمش عليها، بس هو بيبقى عباره عن 3 دي سبيس كده، بيبقى متحط بوليجونز، يعني بيبقى عباره عن مجموعه من البوليجونز كده. تمام، انا بقول لك الاوبجكت بقى هو بيتوصل ببوليجونز. تمام، هو البوليهيدرون دي يعني ما اتكلمش عنها، يعني ما فيش اسئله عليها. تمام، الاوبجكت دلوقتي بقول لك هو جروب من الكونكتد بوليجونز، يعني عباره عن مجموعه متوصله بوليجونز مع بعض هتكون لك اوبجكت. يعني ده كده تكون لك اوبجكت مجموعه من البوليجونز. تمام، طب ايه الفرق ما بين الكونفكس والكونكيف؟ الكونفكس دلوقتي بقول لك ان اللاين بين اي نقطتين يقع داخل الشكل. يعني مثلا دلوقتي لو جيت كده
في لاين ما بين النقطتين دولت، ده مش بره الشكل بتاعي اللي هو هتحط بس، فده دوت بنسميها حاجه كونكيف. تمام. طب بقول لك بعد كده بقى ريبريزنت الشيب اللي عندك. تمام. عندك 3 تيبل هتريبريزنت فيهم: الفيرتكس تيبل، عندك الايدج تيبل، عندك البوليجون تيبل. تمام. الفيرتكس دوت انت بتحط فيه النقط اللي عندك، الايدج بتحط فيه الايدجز عادي، البوليجون بقى بتحط فيه كل بوليجون مثلا اس واحد بيتكون من ايدجز ايه، يعني هنا مثلا في واحد بتبقى اكس واحد واي واحد زد واحد، دي كده نقطة. كل بقى نقطة في الفيرتكس تيبل على هذا الشكل. الايدج تيبل على نفس الوضع برضه، هيبقى عبارة عن في واحد في اتنين. البوليجون هيبقى اس واحد اي واحد اي اتنين، وهكذا. هتوضح معانا في الشكل في المحاضرة الجاية. طب الحتة دي كانت مهمة وهو نبه عليها. قال لك دلوقتي ثانية واحدة، الحتة دي هو نبه عليها في النظري، وقال لك ان انت ممكن تشيل الايدج تيبل، بس هتحصل عندك بعض المشاكل. ايه هي المشاكل بقى؟ ان انت ممكن ترسم الايدج مرتين، وان انت ترسم الايدج مرتين فانت بتقدر في السبيس اللي عندك، فهتبقى وسط سبيس. ده وقت في المادة الأولانية بستخدم 3 تيبلز دوت، هيسمح لك إن أنت تتشيك على 3 حاجات من أنواع الإيرور. إيه هما بقى؟ إن أنت تتأكد إن البوليجون بتاعك مقفول، يبقى البوليجون بتاعك مقفول. وتاني حاجة هتبقى إن أنت كل نقطة في الفيرتكس تيبل مستخدمة في الإيدج تيبل، يعني مش بتحط نقطة وخلاص في الفيرتكس تيبل، لا دي مستخدمة بقى في الإيدج تيبل. وكل إيدج هيبقى مستخدم في البوليجون تيبل برضه، مش بتحط بوليجون مش بتحط قصدي إيدج وخلاص في الإيدج تيبل، لا بيبقى مستخدم في البوليجون تيبل. تمام. هنا برضه نبه عليها، هو بقول لك ان التيبل ممكن يخزن لك اديشنال انفورميشن، يعني معلومات اضافيه، زي ايه؟ زي الستور سلوب، ان انت تخزن بقى الميل لبعض لكل الايدج اللي عندك. تمام. او الباوندنج بوكس، يعني هو قال بس اهم حاجه الحته دي انك تستور السلوب. تمام. انا بقول لك ان كل ايدج تيبل، كل انتري قصدي كل مدخل في الايدج تيبل دلوقتي يحتمل ان يبقى بوينتر باك للبوليجونز. تمام. ده كده كان بالنسبه للمحاضره يعني اللي عندنا. نخش بقى في اللي بعده.